هاي أنا مايا from playing with fashion، وبهذا الفيديو رح حاول أعملكم ميك اب اليومي يلي أنا عم بعمله آخر فترة، سو خليكم معي تشوفوا شو هن الأشياء اللي بستعملهم. هيدا الفيديو أنا ما كنت محضرته قبل، كنت بس ظاهرة من البيت نهار السبت، وقررت إنه قبل ما أعمل ميك اب رح أحاول إنه صور لكم إياه وفرجيكم الميك اب اليومي اللي أنا عم بحب أعمله، وكل البرودكتس اللي عم بستعملهم آخر فترة كتير بحبها. رح بلش أول شي بالفاونديشن. الفاونديشن أنا اللي عم بستعملها هي حاليا بعدها جديدة، ماني كتير مأكدة من التكستشر تبعها وإذا أنا حبيتها كتير أو لا. هي من بونز وهو بيبي كريم. اول شيء انا مثل العاده بحب وزع البرودكت من التيوب على ايدي وبعدين على وجهي تعمل له بلندنج. بحاول اعمل بلندنج اول شيء اوقات بايدي وبهذا الفاونديشن، لانه بعدني ماني كتير مأكده اذا حبيته او لا. حاليا عم بعمله بالبرش. البرش اللي عم بستعملها هي الريل تكنيكس الفاونديشن برش، واكيد بحاول انه احطه على كل المطارح وبوزعهم كتير منيح. هيدي البافينج براش كتير منيحه، كتير بحبها. المد تاعولها كتير حلو، بتعطي فينيشينج فيري نايس، يعني منه مزعج، بس بنفس الوقت ماني كتير اكيد اذا الفاونديشن انا حبيتها لانه بحسها شوي منها متناسقه مع البشره تاعيتي. النكست ستيب هي الكونسيلر. الكونسيلر اللي عم بستعمله انا حاليا هو فيري هيفي كونسيلر، لانه عم بعاني شوي من دارك سيركلز، فعم حاول غطيهم باشياء شوي هاي كفرج. الكونسيلر اللي استعملته هو من جلاموفلاج، هو كونسيلر كتير حلو، بحطه انا على بشرتي لانه هو بيجي شوي سميك. بحطه اول شيء على اصابعي ليدوب شوي البرودكت، وبحطه بحركه الطبطبه على العينتين، وبرفعهم شوي صوب الجفن الاعلى. بعد ما اخلص من العينتين بالطبطبه برجع باخد الريشه هي ذاتها يلي استعملتها للفاونديشن يلي هي من ريل تكنيك، وبحاول اجمعهم مع بعضهم لانه هيك بحس بيعمل بلندنج اكتر مع الفاونديشن يلي حطيته تحت. انا هلا انه حاطه شوي على ايدي، فبرجع بحطهم فوقهم كمان. بزيد بالمطارح يلي بحس انه بدها كفرج اكتر، يعني مطرح ما عندي مثل حبوب، يمكن مطارح يمكن كان عندي شوي احمرار. بعد ما خلصنا من الكونسيلر صار وقت الباودر، وهيدي ستيب جديدة أنا عم بعملها بالميك اب، لأنه قبل ما كنت بحب الباودرز لأنه بحسهم منن للبشرة اللي هي شوي ناشفة مثل بشرتي. بس هيدي الباودر من الميتيورايتس من ماركت جيرلان كتير حلوة، لأنه بتعطي ضوء للوجه، فبحطها بس بالمطارح يلي هي بعاني منها شوي لضوية أكتر، هي مطرح تحت العين أكتر شي، وفوق يعني مطارح اللي بتضوي بتحطوا هايلايت. كتير حلوة والوانها كتير حلوة، بتناسب لكتير من البشرات. next step هي الحواجب. كمان برودكت جديد انا عم بستعمله بهالفيديو. في كتير برودكتس جديدة بس انه كتير عم بحبهم، وصراحة تقريبا نفس يعني باليوم بستعمل تقريبا نفس البرودكت. اللون اللي انا عم بستعمله هو رقم 10 بلوند، هو من ماركت لانكوم. كتير حلو هيدا القلم، لانه انا بعد ما غيرت لون شعري ما بقى بحب غمق على حواجبي. كنت قبل استعمل الالوان شوي على رمادي، بس هلا لا، لانه شعري شوي على بني فاتح بيطلع معه افتح واحلى القلم الحواجب الفاتح. كمان كتير مهم بالقلم الحواجب انه يكون في الريشه من تاني ميلة، لأنه أول شي بيسهل عليكم، منكم بحاجة تحملوا ريشة تانية، ممكن تحملوه معكم بالسفر أو بالشنطة. وكمان شغلة كتير مهمة إنه بعد ما نحط البرودكت على شفاف أنا كتير بحب مشطهم، لأنه بحس هيك بتوزع اللون أكتر وما ببين كأنه مرسوم، انه مرسوم خط بخطه. ونفس الشيء اكيد بعمل بالعين التاني. هلا اكيد مش كل الايام انا عم بستعمل هيدا القلم، اوقات بستعمل باودر، بس اخر فتره كتير مبسوطه من اللون يلي هو عم يعطيني هيدا القلم.
هلا صار وقت الاي شادو. اللوك اللي رح اعمله هو لوك كتير بسيط، فيري برونزي. الالوان اللي عم استعملها كتير فاتحه. الباليت اللي عم استعملها هي من ماركت السبورتس جيرل، هي باليت يمكن شفتوها بالهول اللي عملته من قبل. عم استعمل ريشه جديده كمان ماركت بوبا، كتير عم بحبها صراحه، عم بفضلها على الماك 217. عم باخد اللون الغامق وعم بحطه بالكريس، يعني بتعجة مطرح العين، لأعطي مثل دبث للعين. هيدا اللون كتير حلو، بيجي شوي سباركلي، منه كتير غامق. نفس الشي بنفس الريشة، بعد ما عملت له بلندنج منيح فوق الجفن بحطه تحت العين كمان بقطعهم، لأنه بحس بيعطي شوي وورمث للعيون، يعني في دفء وكتير مهضوم ككولر. نفس الشيء بالعين الثاني، هو اللون هذا الغامق. دايما ببلش انا من برا ولجوا، لانه دايما لازم يكون اللون الغامق من برا ومش من جوا. بحاول فوتهم مش للاخير، يعني ما للاخر العين، بس على يعني من فوق ولا يعني من على الطرف، غمقون وفوتهم شوي لجوا. بريشة اي شادو رح اخد لون بيتشي على بيج من نفس الباليت، ورح احطه على الباقي الجفن، يعني بالعكس رح بلش من النص لجوا. هذا بيعطي هايلايت للعين، خصوصا بس تحطوها يعني فوق البقبق بالنص، كتير بيضوي العين. وكمان نفس اللون لانه شوي شمري، يعني بيجي فيه لمعة خفيفة منا كتير تقيلة، بحطه بالكورنرز بالانر كورنرز، يعني من جوا لضوي العين، وبعمله شوي بلندينج مع اللون البني اللي كنت حطيته قبل. بهيدي الطريقة بيطلع اللوك كتير نظيف وكتير خفيف، وبنفس الوقت عملنا اكسنت على العيون بطريقة كتير طبيعية. بالريشة اللي استعملتها قبل شوي من بوبا رح ارجع اخد نفس اللون الغامق وحطه ارجع شوي على الطرف، ليه؟ لأقدر ارجع اجمع اللونين يلي حطيتهم. برجع هيك على الخفيف، يعني اكيد ما بتقل على الريشه بالبرودكت، وبحطه على الانر على الاوتر كورنرز بشكل في، وبمدهم شوي صوب اللون الفاتح يلي حطيته بنص العين. كمان برجع بقطعهم بنفس الريشه صوب تحت العين، لانه هلا برجع بحط القلم يلي هو من ماركت ارتيكو. مثل ما بتعرفوا انا كتير بحبه، صرت مستعمليته بكتير من الفيديوز. وهلا بحطه بعلم الانر lower lash line، يعني برسم خط على الخط التحتاني وكمان من جوا. هيدا الشيء بيعطيني شوي سموكينس، وبنفس الوقت بحب استعمل البني بدل الاسود لانه بحسه اخف، خصوصا اذا لون عيوني يعني انا لون عيوني بني، فعلى الاسود بيغمقوا كتير، بينما على اللون البني بيفتحوا. بحطه على العينتين من جوا ومن برا. هيدا اللون كتير حلو من ارديكو، كتير هين للبلندينج وكتير هين بالحط. انا عم فكر ارجع اجيب لون تاني لانه كتير حبيته. بريشة بوبا اللي هي سمول بلندنج براش، برجع هيدا القلم اللي حطيته برجع شوي بعمل له بلندنج تحت، ليه؟ لانه ما يطلع كتير ما يكون في خطوط واضحة، بالعكس بعمل لهم بلندنج، بعمل لهم شوي سموكي، وبحاول مدهم صوب الفوق، يعني فوق العين لتفتح وتشرح العين اكتر. وبنفس الوقت بجمعهم شوي مع اللاش لاين الفوقانية، يعني بخطوات كتير بسيطة. وبس استعملنا لونين، يعني الغامق والفاتح، جمعنا اللوك سموكي بدون ما يكون حطينا كتير اشياء او كتير اي شادوز كتار. كمان نرجع بناخد اللون الغامق اللي استعملناه بالانر كورنرز وبنقطعهم فوق البلندد الاي لاينر اللي حطيناه من تحت. هيدا بيعطيه شوي سموكينس. ما تخافوا انه تكتروا شوي من اللون، لانه بيطلع كتير مهضوم وبيطلع خفيف بنفس الوقت، لانه منه سموكي ايز اسود او رمادي. بنرجع بناخد البلندنج براش، واكيد نجمعهم. كتير ضروري البلندنج، لانه هو يلي بيعمل الفرق بالميك اب. بنرجع بناخد اللون الفاتح اللي حطيناه لنرجع نحطه بالانر كورنرز لنرجع نضوي الاريا، واكيد كمان تحت الحاجب.
كبرونزر رح استعمل البرونزر من كوفر جيرل، كمان يمكن تكونوا شفتوه بالفيديو السابق. سوري انه شوي الصورة فلو، هلا بيرجع الفوكس بعد شوي. انا كتير بحب استعمل البرونزر على كل وجهي، وهو هذا اللون كتير حبيته، يعني الباليت كتير مهضومة، بتعطيني دفء كتير حلو، بيجي بقلبها 3 الوان، ففيكن تستعملوه الفاتح بس او يمكن تستعملوا الغامق بس، فكتير فيرساتايل. انا بحب حطه على تقريبا كل وجهي، واكيد حوالين الخدود اللي هو اكتر شيء بعطي عليه الامفاثايز. برجع اوقات بحب اعمل كونتور زياده، فباخد بس اللون الغامق على ريشه صغيره كونتورينج براش من ريل تكنيكس، وتحت الخد بعمل كونتور خفيف بس لحدد الوجه اكتر. كمان هاي الستاب فيكن تقفوها ما تعملوها، بس انا اوقات بحب زيد هيدي الستاب اكتر. هيدي الريشة كتير مهضومة وكتير بيرفكت للكونتورينج. از بلاش عم بستعمل بلاش من ماركت، انا حلوة تعرفوني كتير بحبها، برقم 05، وعم بستعمل ريل تكنيكس البلاش براش. عم حطه بس على الابل تشيكس من فوق، واوقات يعني بس حطه على الابل تشيكس. برجع بحب وزع على باقي وجهي اللي بقي منه، يعني ما برجع بحطها بالبرودكت، بس بوزع شوي لانه بيعطيني a healthy look. هلا بيرجع دور الرموش. انا عم بستعمل الماسكارا اللي بحبها كتير، يعني صراحة عم بحب هالماسكارا من لاينكوم اسمها جرانديوز اكتر واكتر كل يوم، لانه بتعرفوا اوقات اللي في ماسكارا بتكون اول ما تجيبوها بتحسوها كتير مي وعم عم توصل على كل المطارح وهيك، بس هيدي الماسكارا كتير مهضومة وبتصير احسن كل ما تنشف. يعني كل ما استعملتها شهر، يعني صارت عندي تقريبا 3 اشهر يمكن. وسخت حالي هون جلغمت بس معلش. كتير منيحة، كتير بتعمل هولد للكيرل، يعني بس التكوى الرموش كون بتضل الكيرل موجودة. لشفاف حبيت استعمل الليبستيك من ريمال ابوكاليبس شو اسمه؟ ابوكاليبس برقم ابوكاليبتيك. حمرة كتير 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 حلوة. اول شي لانه بتجي ليكويد ليبستيك، هلا ما بتصير مات كتير، بس حلو فيها الابليكيتر، يعني الطريقه اللي بتنحط فيكم كتير ترسموا شفافكم بطريقه كتير 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 حلو، واللون بيطلع فاقع وغامق من اول ابليكيشن، يعني ما تكون بحاجه تحطوا مرتين او 3. يعني مثل ما انتم شايفين انا بس رسمت، يعني حطيت اول شيء تحت رجعت حطيت فوق وخلص، منا بحاجه لشيء، بيطلع شفاف مرسومين بيرفكتلي. وبس انا يعني شغله زياده بحب اعملها، انه بس خلص ارجع اخذ محرمه وبس شيل الزوايد عن الشفاف، لانه ما كتير بحب يكونوا ملمعين، بحبهم يكونوا شوي مثل بلندد، فبيعمل مثل ستين. وهيك بنكون خلصنا الميك اب يلي بعمله انا لكل يوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو السريع، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لماي channel، واكيد بشوفكم بالحلقه الجاي. باي.